كده مش نافع. اختك من صباحيه ربنا لحد اخر النهار وهي قاعده هي وعيالها اكل وشرب وبهدله في البيت. دي خطت منك كل يوم ظابطه الساعه على الساعه 10. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه من ايه يا زوزو؟ تعالي اتفضلي. مفرهده يا زوزو، الجو حر حر حر. لا بقول لك ايه، انا مش هعمل اكل ولا شرب. انت كنتي فين اصلا؟ كنت بره ده انا عارفه ان انت بجيب بتيجي حاجات الساعه 10. ونزلت مفيش ربع ساعه ما طقتش الجو، جيت مش قادره ما كملتش. لا بصي بقول لك ايه، انت قومي اعملي لي عصير ليمون وشوفي هتغدينا ايه النهارده. مش هقدر اقف في المطبخ ولا اعمل حاجه. طب ما انا كمان حرانه مش قادره اعمل حاجه منه. معلش يا زوزو بس انا نزلت فرهطت من انت كل يوم بغديكي اصلا. ماشي يا زوزو كملي جميلك النهارده بقى، ما فيهاش حاجه. بكره انا هعمل لك اي كده شويه تونه او شويه كده بطاطس محمره ولا حاجه وانزل لك بيها. لا كتر خيرك يا منى، بتعملي قوي. اعملي لنا بقى شويه عصير يا زوزو، يلا قومي حاضر بسرعه مش قادره مفرهده. حاضر. بقول لك ايه، شوفي لي اسدال عندك ولا حاجه، انا مقضيه اليوم معاكم مش هطلع حبيبتي وانزل. الاسدال بتاعك جوه، خشي البسي. ماشي يا زوزو. هي مالها مش طايقاني كده ليه؟ وانا ايه ما انتقلت عليها ولا ايه؟ عايز ده بيت اخويا يعني. ما يلا يا زوزو حرانه مش قادره، كل ده بتعملي عصير. اتفضلي يا منى. تسلم ايدك يا زوزو، شكله حلو قوي. صحه وعافيه. احلى واحده بتعملي عصير ليمون يا زوزو. تسلم ايدك يا منى. تسلمي. عيالك فين يا منى؟ نايمين. انت كل يوم سايباهم كده مش بيسالوا عليكي؟ نايمين، سايباهم نايمين براحتهم. انا هعمل ايه؟ انا هقعد اعمل ايه في الحر اللي فوق ده؟ انا قاعده في اخر دور يا زوزو. طيب يا منى انا هقوم اكلم اختي بس في التليفون اسال عليها واجي. ماشي يا زوزو. احسن برضو اشرب كده الليمون واقعد على الموبايل واي فاي وهوا يرد الروح كده. ليه قاعدني فوق في الكتمه انا والحر؟ معرفش هي مستتقله بيا كده ليه. تيجي تشوف الحر اللي انا عايشه فيه. ايه سمسمه عامله ايه؟ طبعا منى عندي زي كل يوم، هي وراها حاجه غيري؟ يا بنتي ما انا كلمته كذا مره نسيب الشقه دي ونمشي بسببها، هو اللي مش موافق. هي كل يوم نطولي من الساعه 10 الصبح ما تطلعش الا الساعه 10 بالليل وكانها ظابطه المواعيد. لا انا في اقرب فرصه هعمل مشكله معاها عشان يرضى يقتنع كده ويخلينا نسيب البيت ده ونمشي. مش هينفع افضل قاعده في بيت عيله ما اكفني في الطلعه والنازله وقاعده عندي ليل ونهار هي وعيالها وكانها بقى ايه. لا مش هعمل معاها مشكله في اقرب وقت. ماشي يا سمسم، يلا مع السلامه. انا جعانه، اما اقوم اشوف عندها ايه في التلاجة اكل. الله شيبسي. بتعملي ايه من؟ والله جعت كده يا زوزو، بس لقيت بقى في تسالي جوه. بعدين انت مخبيه اللب مني ليه يا زوزو؟ لا مش حاطاه فوق التلاجة يا انا زوزو. جايباه عشان باكله انا ومصطفى والبنات بالليل. طب ايه المشكله؟ قولي لمصطفى يجيب لي تاني. والشيبسي ده بتاع عيالي. لا يا حبيبتي بيجيبي تاني، خلي جوزك يجيب لك. ايه اللي خليك جوزك يجيب لك؟ دي حاجه العيال يا منى، باباهم جايبها لهم قبل ما يمشي وحطها لي في السبت عشان لما يقوموا ياكلوها. طعمه تحفه. بقول لك ايه، ما تجيبي لي حاجه احط فيها قشر اللب ده يا زوزو، بدل ما احط كده في حجري. هاتي منديل ولا ما اشوف مين. ما جبتيش ليه يا منى؟ ما انت كنتي في المطبخ. ما خلاص بقى البيت بيتك. ايه يا زوزو؟ ايه يا جنجونه جايه تاخدي ماما اخيرا؟ لا صحيتوا بدري ولا ايه؟ تعالي حبيبتي صحيتي امتى؟ لسه صاحيه. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. ما انت سايباني من غير اكل، انا جعانه. لا يا حبيبتي ما تقوليش كده. بصي قومي يا زوزو بالله عليكي اعمل لها سندوتش. انا شفت عنب جوه، اعمل لها جبنه بعنب. في ايه منى؟ ما تطلعي بيتك اعملي لهم اللي انت عايزاه. هو انت كل يوم على نفس الحال؟ لا حول ولا قوه الا بالله. في ايه يا زوزو؟ انا قاعده هنا ايه يا بنتي؟ في انا وانت واحد بيتنا يعني. احنا هو ايه اللي مع واحد؟ بعض. ايوه بيت عيله مش معناه ان انت تقيمي عندي. ما هو كده مش نافع. الجو وحش قوي. صح يا جنى الجو وحش قوي أيوة فوق. الجو احنا حر. بنطفش من فوق والله. معلش قومي يا بنت جعانه يمكن عليكي البيت. قومي اعمل لها سندوتش. لا البت هعمل لها لكن انت لا. هعمل لك يا بنت استني ما تزعليش. بصي يا جنى العنب اهو، وطلعت لك العيش يفك عشان ساقع. هعمل لك سندوتش دلوقتي جبنه وتاكلي معاه عنب. خدي خدي يا بنتي الشيبسي طعمه حلو قوي. بصي خدي يا اختي يا قلب ماما انت امسكي. خدي يا اختي خدي. ساتر يا رب عليكي. هو في ايه منى؟ هو في ايه؟ ما ينفعش كده والله. هو في ايه منى؟ انا مش عارفه اخد راحتي في بيتي خالص يا ايه ده؟ منى. السلام عليكم. في ايه بتزعقوا ليه؟
تعالى ده شوف عنب؟ مراتك يا مصطفى. لا كده مش نافع، اختك من صباحيه ربنا لحد اخر النهار وهي قاعده هي وعيالها اكل وشرب وبهدله في البيت، انا مش عارفه اخد راحتي في بيتي. هو كل يوم على الفيلم ده ولا ايه؟ انت على طول كده قرفاها منه؟ اخصى عليك يا مصطفى، تكسر بخاطري. انا بقول لك كل مراتك لما اجي الاقيها مزعلاني. تشتكي لي منك. اخصى عليك يا مصطفى، بدل ما تقول لها عيب اللي هي بتعمله مع اختك انت بتقول لها عندها حق. انا قلت لك انا هحل لك الموضوع ده. يا يلا ريت بنت والله امسكي. عشان انا خلاص خدي اتخنقت. التليفون امسكي. انا غلطانه اصلا قاعده معاكي. دي بارده قوي. اختك خدت حاجه العيال وطلعت. كبري دماغك، انا كده كده خدت شقه ثانيه وربنا بجد هنمشي من هنا اخيرا الحمد لله. قولي ان انت جبتها بعيد. بعيده، هي كده كده عقبال ما تجي لنا ساعه، هي هتكسل بجد؟ تيجي اصلا من الاساس. الحمد لله، ما قلتليش يعني، ما خدتنيش شفت الشقه ولا حاجه. هاخدك بكره ان شاء الله وابيع لك. ماشي بس ما تقولهاش خليها لا مفاجأة. ما مش هقول لها، احنا هنمشي على طول، هي هتنزل تخبط عليكي مش هتلاقيكي. احسن الحمد لله. انا هقوم. قومي قومي حط لنا ناكل بقى يلا. يلا يا مساء الحال يا بابا، قربنا نخلص اهو. ايه ده ايه يا منى؟ يا مصطفى؟ ايه السجاد ولمين الدنيا فين العفش بتاعكم؟ لا ما خلاص، ما احنا معزلين خلاص يا منى. خلاص معزلين؟ فاضل لي دولت انا وخلاص. ايه يا مصطفى معزلين ليه؟ في ايه؟ ما شقتكم زي الفل اهي. لا ما خلاص، ما ربنا كرمنا وخدنا شقه ثانيه. اوسع يعني؟ قال استريحوا شويه منى. تستريحوا من مين يا مصطفى؟ مني كمان والله. من اختك يا مصطفى. هنعمل ايه طب يا منى؟ انت وجعتي دماغنا والله. تستريح مني يا مصطفى؟ ليه تقيل على قلبك للدرجه دي؟ لا عشان اشتري دماغ انا. تشتري دماغك. بقول لك ايه، عزلت رحت فين ما قلتليش؟ يعني بصي عشان تجي لنا قدامك ساعه. يعني فين؟ يعني منطقه بعيده؟ يعني مش قوي يعني. اخصى عليك يا ساعة مصطفى. كده. طب انا انزل اقعد مع مين دلوقتي؟ مين يونسني بقى؟ مع نفسك بقى، الله يسهل لك. هو لا يبقى عشان يبقى طالع. عرفني برضو المكان فين، هبقى اجي لكم إن يوم ويوم شاء- اجي لكم. ان شاء الله. ربنا يعينكم.